جدية كبيرة للناخب الوطني محمد وهبي في أول معسكر له مع المنتخب المغربي الأول، وهذا هو برنامج المنتخب المغربي قبل السفر إلى إسبانيا لمواجهة الإكوادور. فالمنتخب المغربي اليوم بدأ الحصة التدريبية ديالو استعدادا لمواجهة الإكوادور في المباراة الودية اللي غتكون إن شاء الله في 27 من شهر مارس الحالي بمدريد على ملعب متروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد. فكاينه جديه كبيره في العمل من محمد وهبي، وكلام قليل وعمل اكبر. البارح كانت اول حصه تدريبيه في اليوم الاول، واليوم اجروا حصه تدريبيه ثانيه عرفت مشاركه جميع اللاعبين، وهذا هو الفريق الفائز في الحصه التدريبيه اللي فيه محمد ربيع حريمات، شادي رياض، عبد الحميد ايت بودلال، ياسر زابيري، اشرف حكيمي، عز الدين أوناحي وياسين بونو. ويوم غد إن شاء الله الأربعاء سوف تسافر بعثة المنتخب الوطني المغربي نحو إسبانيا من مطار الرباط صلاح نحو العاصمة الإسبانية مدريد من أجل الإعداد للمباراة كما قلنا غتقام إن شاء الله يوم الجمعة القادم 27 من شهر مارس الحالي. عرفت الحصص التدريبية اللي تقامت البارح واليوم يعني أجواء جيدة وممتازة وأجواء مرحة داخل معسكر المنتخب الوطني المغربي. ما شفناش يعني ارتباك للاعبين بقدوم ناخب وطني جديد، بل شفنا انسجام كما كان عليه الحال من السابق مع الناخب الوطني السابق وليد الركراكي. واليوم اللاعبين يعني اكتشفوا الأطقم الجديدة للمنتخب المغربي، قميص المنتخب المغربي الجديد الخاص بكأس العالم اللي هو هذا. القميصين عجبوا بزاف اللاعبين خصوصا ابراهيم دياز اللي انبهر بالتصميم ديالهم، وغالبا بنسبة كبيرة مادام أنه يعني بيما عطات سلمات الأقمصة للجامعة قبل المباراة، فغالبا المنتخب المغربي غادي يواجه منتخب الإكوادور بهذا القميص الجديد.